المعركة دي كانت عنيفة جدًا، لدرجة إن عدد كبير جدًا من الصحابة الحُفّاظ استشهدوا فيها، وهنا ظهر الخوف الحقيقي. لو الحُفّاظ بدأوا يقلّوا ممكن بعض الآيات تُنسى أو تضيع مع الوقت، وكالعادة عمر بن الخطاب شاف الكارثة جاية قبل ما تحصل، فراح لأبي بكر الصديق وقال له: "يا خليفة رسول الله أدرك الناس قبل أن يذهب منهم القرآن." في البداية أبو بكر كان متردد، لإنه شاف إن أي خطوة ما عملهاش النبي لازم تتقاس بميزان دقيق جدًا، لكن عمر رضي الله عنه فضل يلح عليه لحد ما اقتنع. مين بقى اللي تولى المهمة؟ زيد بن ثابت، نفس الشاب اللي كان من كتبة الوحي أيام النبي، لكن المرة دي المهمة كانت أصعب بكتير. تخيل إن أنت مطالب تجمع نص كامل من ألسنة المئات من الأشخاص، أكد إن كل حرف فيه مطابق للي نزل عن النبي، وكمان يكون عليه شهود من الصحابة نفسهم. زيد وصف إحساسه وقتها وقال: "والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمرني به من جمع القرآن." والنتيجة مصحف كامل مكتوب عند المسلمين. الجميل هنا إن حتى بعض الباحثين الغربيين وصف عملية الجمع دي إن هي أقرب ما تكون لعملية مراجعة علمية جمعية، حيث خضع النص لاختبارات متعددة لضمان مطابقته لما حُفظ شفهيًا. مع توسع الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، المسلمين بقى عندهم جيوش في الشام وفي العراق وفي مصر، وكل جيش فيه ناس من قبائل ولهجات مختلفة. فالمصيبة حصلت لما بدأوا يقرأوا القرآن بلهجات متنوعة، والقرآن نفسه نزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات عربية معتبرة للتيسير، ولكن الناس بدأت تخلط ما بينهم، بالأخص مع وجود أعاجم مش عرب بيواجهوا صعوبة في الإتقان. وفي يوم من الأيام حذيفة بن اليمان رجع من أحد الغزوات وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه جملة هتحسسك بخطورة الموقف في وقتها: "أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى."